التوتر من حياتك. ازاي تفك شفرة التوتر من حياتك؟ الحقيقة هو واحد من التوبكس. خلوني الأول أتأكد إذا كان صوتي واضح. يعني لو صوتي واضح بس عرفوني في الشات. ممكن نعمل لايك أو تمام أو أي حاجة. أتأكد إن الدنيا تمام. طيب، جميل جدا جميل جدا. العنوان بتاعنا النهاردة هو ازاي تفك شفرة التوتر من حياتك. ليه اخترت الموضوع ده؟ لأنه واحد من المواضيع أو واحد من أكتر الحاجات اللي بتقابلنا كتير جدا في يومنا. وقبل ما ادخل واتكلم في الموضوع، خلونا الاول نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف ايه الاوتلاين بتاعنا في الويبينار ونتعرف على بعض، وبعد كده ندخل بقى في الحاجات العميقه. طيب، الويبينار بتاعنا النهارده هنتعرف فيه، هناخد كده 5 دقايق نعرف بعض اكتر، انتوا تعرفوني واعرف على الاقل اساميكم، بتشاركونا منين، ايه الهدف من حضور الويبينار ده. هنعرف ايه هو التوتر، وليه هو التوتر هو الوباء الموجود في العصر بتاعنا دلوقتي، مش زي مثلا من 2020 لما كانت الكورونا هي الوباء المنتشر، او من قبلها. ايه هو انواع التوتر، ايه هي فوائد التوتر. وهنا ممكن شوية ناس يقفوا يقولوا ايه ده، هو التوتر ليه فوائد؟ هو التوتر ده مش حاجة وحشة كده والمفروض ان احنا كلنا بنتخلص منها؟ ده هنتعرف عليه مع بعض في الويبينار. ايه هو العضو المسؤول في جسمنا عن التوتر، وازاي العملية كلها بتقوم من بدايتها لنهايتها، وايه هي الخطوات اللي ممكن امشي عليها علشان اعيش حياة بلا توتر. طيب، بداية كده تعالوا نتعرف على بعض. انا مين؟ انا اسمي رنا نجم، انا دكتورة اسنان. ده المجال الاصلي بتاعي. التو سلايدز دول هم من كفر كتاب ليا، فقلت اجيبهم كمختصر كده. حاصلة على ماجستير ودكتوراه في طب الأسنان في قسم التركيبات، وعضو هيئة تدريس. أنا مدرس في الجامعة في الكلية. أخدت الدكتوراه بتاعتي سنة 2020، وبعدين حسيت إن أنا مش عايزة أكمل في المهنة. حسيت إن أنا مش عايزة أبقى دكتورة سنان تاني. حسيت إن أنا أرهقت. أنا بقالي 10 سنين، 5 ماجستير و5 دكتوراه، عمالة بجري علشان أحقق حاجة معينة، وبعد ما حققتها حسيت إن الموضوع ملوش أي لازمة. وأنا هفضل بقى طول حياتي بعمل ده، بدرس في الجامعة وبعدين أطلع على العيادة، افضل مكفيه على وشي علشان خاطر اشتغل الحالات، واللي بشتغله النهارده بشتغله بكره. حسيت ان الموضوع ما كانش ليه لازمه قوي بالنسبه لي، ما كانش مجدي كل التعب اللي انا قضيته السنين اللي قبل كده. قررت ادرس سيكولوجي. وبدات بالصحه النفسيه، اخدت دبلومات في الصحه النفسيه، وبعد كده اتعرفت على مجال اسمه الهيبنوسيس او التنويم بالايحاء. عملت فيه دبلومه، وبعد كده عملت فيه ماستر. فانا ماستر معتمد للتنويم بالايحاء من الامريكان بورد اوف هيبنوثيرابي. وبعدين قررت ادخل في شويه مجالات ليها علاقه بالسيكولوجي والباراسايكولوجي، واخيرا اخدت ماجستير. ده كان تالت ماجستير ليا في البيزنس من جامعه حمدان في دبي. وقررت بقى، قلت ايه، اضرب بقى كل الميكس ده كده في الخلاط. انا عايزه اساعد الناس، انا عايزه اساعد الناس اللي ممكن يكونوا مروا بتجارب شبيهه بالتجارب بتاعتي، سواء كانوا امهات، سواء كانوا سيدات عايزين يعيشوا حياه بشكل افضل، عايزين يطوروا في شغلهم، عايزين بس يستمتعوا بالحاجه حتى لو ما كانوش بيشتغلوا، او ناس بيمروا بظروف زي اللي انا مريت بيها بتاعت البيرن اوت. فقررت اخد كوتشنج. بقيت سيرتيفايد كوتش من الاي سي اف السنه اللي فاتت 2024. وبعدين بعد ما خلصت عدد الساعات بتاعتي وعدد التريننج، عملت او اخدت السيرتيفيكت باني اكون اي سي سي كوتش. ده باختصار رحلتي. طيب، انا بعمل ايه في حياتي؟ انا بساعد الناس، في ميلز او ميلز، الرجال او السيدات، ان هم يحصلوا على جودة حياة أفضل. بإنه لأن ده المجال اللي بصراحة أنا لما اتعلمت فيه عن نفسي عرفت كتير جدا. مش عارفة إذا كان الصوت واصل بشكل كويس ولا لأ، لأن بيديني الإنترنت كونكشن مش ستيبل، فيا ريت تأكدوا لي. الصوت تمام؟ كويس، واضح، جميل جدا. كنت بقول ان لما اتعلمت اكتر عن مجال السبكونشس مايند او العقل اللاواعي، بدات اعرف انا مين، انا ايه هدفي في الحياه، والمنظومه اللي هي اسمها رنا او اسمها انسان دي بتشتغل ازاي. امتى اقدر اشوف الفرص اللي موجوده قدامي حتى لو كانت متغلفه بصعاب، واقدر استفيد منها. وامتى اعرف ان انا داخله على فخ، على فخ او على مأزق او على خازوق زي ما بنسميه، فابعد عنه. دي أنا باختصار. خلونا ناخد دقيقة كده ونتعرف على بعض في الشات. هستأذنكم لو تقولوا لي اسمكم، من أنه محافظة أو من أنه بلد، لو من بره من بره مصر.
وايه الهدف من حضور الويبينار ده؟ سريعا كده دقيقة نتعرف فيها على بعض. يلا بينا. الصوت كويس؟ لا. السوق كويس. اوكي. فاطمة أحمد من مصر، ازيك يا فاطمة؟ ربعة من القاهرة. لنا من الأردن، اسمك جميل يا لنا ما شاء الله. سعيدة من الجزائر، مهتمة جدا بالصحة والعافية وأبعادها، أهلا بيكي. أمينة من أسوان، عايزة التعافي التام من ضغوطات الحياة. سلوى من القاهرة، مشتركة عشان التفكير الزايد. نوفة من محافظة السويس، أهلا بيكم. وداخلة الرحلة للوعي والصحة والعافية. أم أحمد من صعيد مصر، أهلا بيكم كلكم. أهلا بكل الناس اللي كتبت والناس اللي ما كتبتش. فريدة من الأردن، أهلا بيكي يا فريدة. وأتمنى لكم إن الويبينار ده يكون فعلا. رامي أحمد من اسكندرية، أهلا بيكم جميعا. اتمنى ان الويبينار ده يكون النهارده هيغير، ولو تطلعوا منه بمعلومه تفيدكم وتبداوا تطبقوها في حياتكم. هشعر ان انا حققت فعلا انجاز كبير. طيب، خلونا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا نبدا بستوري كده صغيره بسيطه، لان احنا كبني ادمين عموما بنحب نسمع قصص بعيدا عن كوننا مصريين. طيب، في 2021، في الفترة اللي أنا كنت متلخبطة فيها وقدمت استقالتي من الكلية ومش عارفة أنا عايزة أعمل إيه، مش عارفة عايزة أبقى دكتورة سنان ولا عايزة أبقى حد مهتم بالصحة النفسية، ولا عايزة أفتح بيزنس، ولا عايزة يبقى معايا فلوس كتير، ولا عايزة أقعد أربي ولادي، ولا أبقى مبسوطة معاهم. بدأت بيزنس ما. قررت ان انا اتعلمت بقى ودرست بيزنس في دبي، ومعايا ماجستير ودكتوراه في مش عارفه ايه، ودرس صحه نفسيه وسيكولوجي. انا البنت الجامده اللي ما فيش منها. قررت وقتها ان انا هفتح بيزنس صغير كده ليا، فجمعت كل الفلوس اللي معايا اللي كنت امتلك عليها، واستلفت كمان جزء من بعض المعارف وحطيتها في بيزنس. وبدأت البيزنس ده، والبيزنس كان بالنسبة لي شغفي، حلم حياتي، الحاجة اللي انا بحبها وعندي باشن فيها، ودرست علشان احققها. بدأت قعدت اشتغلت حوالي 6 شهور. الدنيا حلوة، بنبني بنبني بنبني. وفجأة مع أول ظهور حقيقي للبزنس حصلت مشكلة، حصلت كارثة. وأنا عادي، أنا متعودة على إن في البيزنس بيحصل كوارث، فأنا مهيئة نفسي إن ممكن يحصل كارثة. بس الغريب بقى، أو اللي كان غير متوقع بالنسبة لي في الوقت ده، إن الكارثة دي أدت لأن البيزنس يقع، يفشل، على الرغم إن إحنا لسه كنا بنقول يا هادي، وحطينا فيه حوالي ما يقرب من 2 مليون جنيه. أوه. طب هنعمل ايه؟ خلاص قررنا ان احنا هنقفل البيزنس. قررت ان انا هستعوض ربنا في كل الفلوس اللي انا دفعتها. وقفت قدام خسارة 2 مليون جنيه. في اللحظة دي وفي مرة كنت قاعدة مع أهلي، كل الحاجات دي بتدور في دماغي، لقيت عينيا فصلت رؤية، ما بقتش شايفة. والوهلة افتكرت ان حد ولع النور وطفاه، او طفى النور وولعه تاني. فقلت خلاص مش مشكله، ده يمكن انا بتهيألي، ما الناس كلها قاعده ومحدش فيهم قال اي حاجه على النور. بعد شويه حصلت تاني، الرؤيه بتروح وبترجع، الدنيا بتسود وفجاه بترجع تاني. فقررت اروح اكشف عند دكتور العيون الخاص بالعيله، طبيب العيله زي ما بيقولوا. واللي يعرفني شخصيا هو عارف ان انا ما بروحش اصلا لدكاتره، يعني على الرغم ان انا طبيبه ومعايا ماجستير ودكتوراه، الا ان فكره اقتناعي بالدكاتره هي مش احسن حاجه. لان انا دايما كنت مؤمنه ان ربنا حط لنا جوانا السيستم اللي يخلينا ما نحتاجش اصلا لدكاتره، اللي يخلي جسمنا يعالج نفسه بنفسه. وده اللي انا درسته في التنويم بالايحاء. لكن وقتها قررت ان انا اروح لدكتور العيون، لان انا ما كنتش فاهمه ايه اللي حصل في عينيا. بيكشف فقال لي طب انت بتحسي باعراض كذا تاني، بتحسي بودنك فيها كذا، بتحسي بصداع كذا. اه. قال لي طب بصي، انا مش عايزه اقلقك، بس الموضوع يعني مش خطير قوي، بس انت لازم تطلعي من عندي على دكتور مخ واعصاب. في ميه كتيره جدا وسوائل متجمعه حوالين المخ، عامله ضغط زياده على المخ، ولو استنيتي اكتر من كده ممكن تفقدي الرؤيه بشكل تام. وقتها الموضوع ده كان صدمة بالنسبة لي، ايه ده ازاي؟ ده انا واحدة دارسة تنويم بالإيحاء، واحدة دارسة عن قدرات العقل اللاواعي، واحدة دارسة صحة نفسية. وحتى وانا بمر بالأزمة بتاعت خسارة ال 2 مليون جنيه والبزنس بتاعي بيقع، انا كنت ستيبل، كنت مستقرة، كنت واقفة على أرض صلبة، وعمالة بهدي في نفسي، ما حصليش بانيك. ايه اللي يخلي مخي ممكن يدي رد الفعل الغريب ده؟ وقتها قررت، دخلت عملية، عملنا سحب السوائل، بس قررت ان انا مش هاخد الأدوية اللي الدكتور كتبها لي.
وقررت ان انا من اللحظة دي انا مش هروح لدكتور تاني، انا مش هخلي جسمي يوصل للحظة الفيلير تاني. وبدأت اشتغل على نفسي، بدأت اعمل اكتيفيشن لكل الحاجات اللي انا درستها قبل كده فيما يخص ازاي عقلنا اللاواعي يقدر يكنترول حياتنا ويكنترول صحتنا ويكنترول الطريقة اللي احنا بنعيش بيها اللايف ستايل بتاعنا. من وقتها فعلا بدأت انتبه كويس قوي لإيه اللي بيحصل هنا، ايه اللي بيحصل جوه، امتى بيجي لي توتر، التوتر ده بيطلع ازاي. علشان كده ومن وقتها قررت انه اكون انا الشخص اللي قادر يساعد الناس ان هم ما يمروش بالحاجة دي او يقدروا يتعافوا منها ويطلعوا منها لو هم في وسط المرحلة دي. ده باختصار انا. طيب، خلونا نسأل سؤال بسيط كده. هو ايه المشكلة الكبيرة اللي بتقابلنا كأشخاص في الأيام اللي احنا فيها دي؟ يعني ليه كل ما نقابل حد أو كل ما نقعد في كوميونتي نلاقيهم بيتكلموا على مشاكل ونلاقيهم بيتكلموا على توتر وقلق وإن الدنيا رايحة في حتة مش حلوة وأوقات بيقوم حروب؟ ليه كل ده؟ من وجهة نظري إن المشكلة الرئيسية عندنا هي إن احنا عايشين في عالم او في عصر مليان بالمعرفة، مليان بالمعلومات، لكن احنا نفسنا بنعاني من نقص في المعرفة او في الوعي. يعني ايه؟ خلينا نشوف كده، بنبص بص على اللي حوالينا. كمية المعلومات اللي موجودة عن مثلا، خلينا نتكلم على التوبيك بتاع النهاردة عن التوتر. كمية المعلومات اللي موجودة عن التوتر على السوشيال ميديا كتيرة جدا. ناس كتيرة جدا بتتكلم عن التوتر وأنواعه وأشكاله واعملوا إيه واعملوا ما تعملوش إيه و كورسز كتيرة جدا بيتكلموا في الموضوع. علماء كتير جدا بيعملوا أبحاث وبيطلعوها بشكل فري جدا على اليوتيوب. لكن هل إحنا بنبقى قادرين نستفيد من المعلومات دي بالشكل اللي يخلي حياتنا قائمة بشكل كويس؟ أوقات كتير لا. فإحنا بنعاني من عدم المعرفة أو نقص المعرفة والوعي في عالم أصلا كل المعرفة موجودة حوالينا بشكل كبير جدا، مليان. وده اوقات بيحط كاتيجوري او ناس كتيرة جدا مننا تحت طائلة من الخوف. ولو حد هيسألني ايه هو الشعور الاكثر تدميرا على الاطلاق اللي بيطلع وبيتفرع منه كل المشاعر التانية السلبية، فهو الخوف. الخوف من ان يا ترى هل انا كفاية في العالم ده، الخوف من ان يا ترى هل الدنيا بالنسبة لي كويسة ولا لا، هل هعرف أأدي ولا لا، هل انا ماشي في الطريق صح ولا لا، هل بكرة هيبقى أحسن ولا لأ. أنا خايف ما أكونش مناسب في المكان اللي أنا فيه، خايف ما أكونش مناسب للأشخاص اللي أنا فيهم، خايف ما اتبسطش، خايفة لو اتجوزت ممكن حياتي ما تبقاش كويسة، خايفة ما اتجوزش فلو ما اتجوزتش الناس تقول عليا حاجة إن أنا عنست مثلا أو إن أنا القطر فاتني أو إن أنا وحشة. أنا خايف ما يجيليش الفلوس اللي أنا بتمناها، أو خايف أغير الوظيفة بتاعتي، أو خايف ما أغيرش الوظيفة بتاعتي ففجأة أفضل طول الوقت في المكان اللي أنا فيه. خوف 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 خوف، حتى لو ما ظهرش على انه خوف بالشكل الظاهر. في ناس كتيرة جدا ممكن تقولك انا ما بخافش، وانا كنت واحدة من الناس دي. انا ما بخافش من اي حاجة، انا مستعدة وعندي استعداد ان انا ادخل في اي حاجة وحطوني فيها وانا هعرف اتعامل. لكن لما بدأت اتعرف على نفسي اكتر اكتشفت ان في حاجات فعلا بتخوفني. بخاف على أولادي، بخاف إن صحتهم تتعب، بخاف إن هم في يوم من الأيام ياخدوا طريق مش هو الطريق اللي أنا كنت بتمنى إن هم ياخدوه، بخاف يحزنوا. أوقات بخاف إن يحصل كرايسيس في العالم أو تقوم حروب في مصر فنتأثر أنا والناس اللي بحبهم. أوقات بخاف لما أبقى داخلة على حاجة جديدة، انترفيو جديد أو شغلانة جديدة. فالخوف هو الشعور الأول والأوحد اللي بينبعث منه أو اللي بتطلع منه بقية المشاعر السلبية، واللي بينحدر منه برضو القلق. فلو عايزين نركز أو عايزين ننتبه الفترة الجاية لأكتر شعور قد يكون هو اللي بيسيبنا للقلق، خلينا نسأل نفسنا شوية. أنا بخاف من إيه؟ إيه أكتر حاجة ممكن تكون مخوفاني حتى لو أنا في الظاهر بقول على نفسي إن أنا ما بخافش؟ خلينا ناخد بوز هنا كده دقيقة ونسأل السؤال ده. اكتبوا لي كده في الشات، كل واحد فينا لو في عنده نوع من أنواع الخوف، هيكون الخوف ده خوف من إيه؟ وهل هو مدرك أصلا وجود الخوف أو انتبه له قبل اللحظة دي ولا لأ؟ ناخد دقيقة كده ونسمع. خلونا نخلي الويبينار ده ويبينار تفاعلي، لأن كل ما كان في تفاعل ما بيننا وما بين بعض كل ما ده خلاكوا انتوا أكتر استفادة. سعيدة بتقول أنا بخاف من نتائج المرض.
الحقيقة دي واحدة من أهم الحاجات اللي ممكن بتخوف ناس كتيرة جدا، نتيجة لأن احنا في العصر اللي احنا فيه، احنا حرفيا كمية الأمراض اللي حوالينا انتشرت، والعلم والطب بدأ يقول إن دي أمراض كرونيك. يعني إيه كرونيك؟ كرونيك يعني أمراض مزمنة. مزمنة يعني هتفضل عايش بيها طول العمر، هتفضل ملهاش علاج، هتفضل تاخد أدويتها، وبالتالي المرض ده هيوديني لفين؟ فنتائج المرض مخيفة. بخاف على أولادي وجوزي وصحتي، صحتي إن هي تخني، وإن أنا صحتي تخني دي ممكن بقى يندرج تحتها أي حاجة. لو صحتي خانتني مش هعرف أهتم بنفسي، مش هعرف أخلي بالي من ولادي، مش هعرف أخلي بالي من جوزي أو بيتي. جوزي ممكن يبص بره أو ممكن يبقى متضايق وهو موجود معايا بس مش هيقولي لأن هو بيحبني. حاجات كتير. أنا عندي خوف من المستقبل. طيب خلينا نتفق على ان كل انواع الخوف هو خوف من حاجه اسمها المجهول. فعلا عندي خوف من عدم الاستعداد للموت وتجهيز النفس للقاء وجه الله. فعلا الخوف اللي جاي، الخوف على اولادي، الخوف ان بحس ان في مشاكل، بحس ان هي بتزيد. طيب خلونا نتفق ان الخوف اصلا بيطلع من المجهول. يعني ايه؟ انا لو عارف ايه نتيجة الحاجة اللي انا داخل عليها، او انا عارف انا رايح فين، او انا عارف انا بعمل ايه، او عارف ايه النتيجة اللي جاية لي، غالبا في نسبة 90% الخوف ده مش هيكون موجود. لكن طول ما في مجهول، فحرفيا الموضوع بيبقى عامل زي الدوامة اللي باينة قدامنا في الصورة دي، ان انا اكني داخل في مزلقان او في خن او في دوامة. كل ما ادخل اكتر انا مش شايف اللي بعدها وهي ما بتخلصش. انا مش قادر اشوف اللي جاي عامل ازاي، ومش عارف انا رايح فين، ومش عارف النتيجة عاملة ازاي. ده بالنسبة للخوف. طيب الأبحاث العالمية دلوقتي بتقول إن الاسترس أو التوتر هو النيو بانديميك، هو الوباء الجديد. ويمكن على مر العصور اللي عدت، وأقربهم كان وباء كورونا في سنة 2020، وقبلها كان ممكن يبقى وباء الأنفلونزا أو أنفلونزا الخنازير، أنفلونزا الطيور. وباء الطاعون لما ظهر في سنة من السنين أو من زمان، وبدأ يقضي على ناس كتيرة من اللي موجودين على الأرض. فكل فترة بيطلع، أو منظمة الصحة العالمية بتقول يا جماعة إحنا داخلين على وباء جديد. لكن الاسترس هو وباء من نوع مختلف تماما، لان هم بيسموه السايلنت كيلر، القاتل الصامت. الابحاث بتقول ان هم متوقعين ان في سنة 2030 اكبر نسبة وفيات هتكون نتيجة لامراض الاكتئاب والاحباط والتوتر. يمكن دلوقتي اكبر نسبة امراض اكبر نسبة وفاة هي في امراض القلب، يليها امراض السمنة، وبعدين الامراض النفسيه والعقليه. لكن الابحاث قالت انه على سنه 2030 الوفيات اللي ناتجه عن امراض الصحه النفسيه والتوتر والقلق والدبريشن والحاجات اللي مصطلحاتها عماله بتزيد اليومين دول، هيكون هي دي ليها نسبه اكبر عدد وفيات. وبالتالي احنا لازم نبص للاسترس على انه وباء. احنا داخلين على قاتل صامت بيقتل فينا، او بيغرس فينا سم من دلوقتي، علشان لما نوصل لقدام شويه، قد بعد الشر طبعا علينا وعلى اي حد بيسمعنا، ممكن يكون سبب من اسباب الوفاة. طب نعمل ايه؟ يعني طب خلينا نفهم الاول قبل ما نعمل ايه، هو ايه التوتر ده؟ التعريف المقترح للتوتر ان هو حالة بتحصل في جسم البني ادم، بتديله دافع او حافز. دافع او حافز لايه ده هنتعرف عليه مع بعض. لكن انا بيحصل لي حالة كده، حالة فيها كيميكلز بتطلع من جسمي. الكيميكلز دي بتخليني اتصرف يعني اقوم بحاجة. قد اكون اتصرف بشكل ايجابي، او قد اكون اتصرف بشكل سلبي. ممكن يحصل لي بانيك، اهرب، امشي، ما اروحش اجتماع، ازعق في حد قدامي، اتعصب بشكل كبير، فده تصرف سلبي. او ممكن احس مثلا ان انا جايه لي حاله كده مخلياني انقل من الوظيفه دي لوظيفه تانية، وقد يكون ده تصرف ايجابي. او اشتغل وظيفه زياده فاحسن من دخلي، او اروح اقدم على خطوه مثلا الزواج لو انا داخل على خطوه زواج، او خطوه انفصال، او فالتوتر هو حاله شعوريه بتتملكنا، بتخلينا نقوم بحاجة، حاجة إيجابية أو حاجة سلبية. فخلينا نتفق إن التوتر هو البوشنج أكشن. بوشنج أكشن يعني في حاجة بتزقني إن أنا أعمل حاجة. إيه الكيميكالز اللي بتدور جوانا؟ ده مش موضوعنا قوي.
لان العلماء اكتشفوا ان التوتر مش بيجي كده، مش فجأة. يعني انا مثلا مش فجأة حصل لي موقف فرحت متوترة كده نتيجة لان الموقف حصل، لا. الموضوع بيتم ترسيبه في العقل، فبيبدأ العقل عن طريق الغدد اللي موجودة جوانا واللي ربنا مديها لنا تفرز كيماويات او كيميكالز او هرمونز في جسمنا. الهرمونات دي تبدأ تلخبط فينا، تلخبط في الجسم البشري، فنتيجة للخبطة الهرمونية أو الكيميائية اللي بتحصل جوانا دي أنا باخد رد الفعل السلبي أو رد الفعل الإيجابي. لكن خلينا نبقى حاطين في دماغنا إن أنا مادام قمت بأكشن نتيجة للتوتر، فالتوتر هو اللي كان الدافع أو المحفز أو هو اللي زقني علشان أعمل الأكشن ده. طيب، ليه اصلا موجود في ستريس في حياتنا؟ هو ليه حياتنا ما تبقاش حلوه كده ونبقى عايشين من غير اي توتر والدنيا كويسه؟ ليه لازم يكون في حاجه هي اللي بتزقنا؟ لان بمنتهى البساطه احنا عندنا احتياجات، والاحتياجات دي ان لم تلبى سنفنى. لان احنا كبني ادمين السيستم بتاعنا قائم على غريزة البقاء، كلنا احنا وكل المخلوقات، مش بس الكائنات الاخرى اللي عايشين معانا كبني ادمين، من بكتيريا ومس اسماك طيور حيوانات. كلنا بما فيهم البني ادمين عندنا غريزة البقاء، عندنا احتياجات. وبالتالي لو ما عنديش حاجة تحفزني ان انا اقوم البي الاحتياجات دي، ممكن افنى، ممكن اموت. فانا محتاجه حاجه تقومني عشان اكل، محتاجه حاجه تقومني عشان اشتغل علشان اجيب فلوس وابني نفسي واكون اعيش مستقر، اعيش اهلي في سلام وفي رفاهيه. انا محتاج موتيفيشن، لان احنا كائنات اجتماعيه، فالكائنات الاجتماعيه ما بتعيش لوحدها، بنعيش في كوميونتي، بنعيش في مجموعه، بنعيش في دايره من العلاقات. فانا محتاجه حاجه تحفزني عشان اقوم اكون علاقات. طب وبعد ما كونت علاقات، اخلي العلاقات دي كويسه، افلتر من العلاقات دي، اشوف ايه اللي ينفعني وايه اللي ما ينفعنيش، ايه اللي بيطورني وايه اللي بيأذيني، ايه اللي بيخليني اتقدم، ايه اللي بيخليني اتأخر. فكل الحاجات دي محتاجه حافز، محتاجه موتيفيشن، محتاجه حد يزقني عشان اقوم اعملها. لان انا اتخيل كده لو احنا اتخلقنا نزلنا الارض وما عندناش الرغبه في السرفايفل او في البقاء او في المعيشه، هل في بني ادم فينا هيقوم او هيتحرك من مكانه؟ لا. خلاص، انا ما عنديش الحافز ان انا اعيش، مش هاكل، مش هشتغل، مش هدور على حاجة تخليني ابقى مرتاح، مش هدور على ايه اللي يخليني مبسوط، ما انا ممكن اموت عادي. ما عنديش حافز البقاء ولا المعيشة. وبالتالي وجود الاسترس في حياتنا هو غريزة، زيه زي اي حاجة تانية موجودة من الغرائز اللي موجودة، لان هي دي الغريزة اللي بتدفعنا للبقاء. طيب، ايه هم انواع الاسترسز؟ هل في ممكن حد هنا يقف يقول هو التوتر ليه انواع، يعني كذا نوع وكده؟ اه. لكن اللي يهمني فيهم هما ان انا بقسمهم لحاجتين كبار جدا. حاجه اسمها جود ستريس وحاجه اسمها باد ستريس. الوانتد ستريس، الستريس اللي احنا عايزينه في حياتنا، او الستريس الانوانتد اللي احنا مش عايزينه في حياتنا. الاسترس اللي احنا عايزينه في حياتنا زي اللي كنت بتكلم عليه من شويه، ان انا يجي لي مثلا ستريس او توتر او شويه ضغط جوايا حسسوني ان انا عايزه اكل فاقوم اكل. ان انا يجي لي ضغط كده ان الحياه بقت متسارعه جدا وان المنافسه بقت شديده ما بيننا، فان انا ابدا احسن من نفسي، ده توتر كويس. التوتر اللي يخليني كأم ابدا احافظ على اولادي، ابدا اشوف احتياجاتهم، ابدا اعلمهم الاساليب والحاجات اللي تخليني ابقى مطمنه عليهم، فده توتر كويس. التوتر السلبي بقى او التوتر الغير مرغوب فيه او الباد ستريس، هو التوتر اللي بيزيد عن المعدلات الطبيعية، اللي وجوده بيخلينا عايشين في حالة من الهلع، في حالة من الخوف، في حالة من عدم المعرفة أكتر ما احنا أصلا عايشين في عالم من عدم المعرفة. الفرق ما بينهم كل واحد فيهم طبعا زي ما قلنا في البداية إن التوتر بيدي رياكشنات في الجسم. فلو هنيجي نبص للجود ستريس أو التوتر الكويس، في الوقت ده قلبي ممكن يدق بشكل اسرع شويه، لانه في نوع من انواع التوتر، بس مش هيدخلني في مرحله فيلير، مش هيدخلني في مرحله ان انا انا مش عارف اخد نفسي، لا. هو في نبضات قلب بتزيد شويه لانه محفز زي ما احنا اتفقنا ان هيبقى في نوع من انواع الهرمونات الايجابيه اللي بتدفعني ان انا اقوم اعمل الحاجه دي. وكمان في وجود الجود ستريس هيحسن لي الاداء بتاعي ويحسن التركيز،
ليه؟ لان انا عايز اعمل الحاجه اللي لما هعملها الاسترس ده هيروح. المحفز اللي جوايا ده بيقول لي قوم اعمل الحاجه الفلانيه، فلما هعملها ادائي هيبقى احسن. على النقيض بقى الباد ستريس بيدخلنا في حاله من لخبطه الهرمونات، في الغالب بيكون مصحوب بصداع، ممكن يبقى فيه زيادة في الوزن، ممكن يبقى فيه زيادة في ضغط الدم، ممكن يبقى فيه توتر، عصبية، حدية في التعامل، عدم النوم بشكل كويس، قلق طول الوقت، ممكن عرق زيادة عند بعض الأشخاص. بتبدأ تحصل أعراض غير طبيعية تدل على إن إحنا هنا بنعاني من شيء ما، في حاجة ملخبطة السيستم اللي ربنا خلقه. لأن واحدة من أهم الحاجات اللي دايما بترجعني من حالة التوتر إن أنا أفتكر إن ربنا لما خلقنا كسيستم خلقنا في أحسن تقويم، خلقنا ببالانس، خلقنا بتوازن معين، مفيش هرمون بيزيد عن التاني، مفيش بكتيريا أو ميكروبات من اللي موجودة جوه جسمي وعايشة متعايشة معايا هتأذيني إلا لما جسمي يتغير. فأول ما بفتكر البالانس ده ببدأ أرجع نفسي تاني للحاجة طبيعية. أول ما ألاقي إن حصل إمبالانس عندي أو في عضو من أعضائي اختل، عيني وجعتني، بدأت أهرش، مش سامعة كويس، ريقي بينشف، وزني بيزيد، ببدأ أحس إنه في خلل ما، في هرمونات مبوظة الدنيا. طب الهرمونات دي جاية نتيجة إيه؟ نتيجة لتوتر غير صحي. أبدأ أدور عليه أو نبدأ ندور عليه فنعرف نوصل لحالة التوازن تاني اللي ربنا خلقنا بيه. فاهم حاجه عايزين نعرفها ان انا عندي نوعين من التوتر: توتر كويس لازم يكون موجود في حياتي، وتوتر مش مفروض، مش محمود، مش عايزينه اصلا موجود في حياتنا. ويمكن عشان معظمنا سيدات في الويبينار ده فاحنا نقدر نريليت للصوره اللي موجوده دي. الصورة اللي على اليمين البنت المنظمة الجميلة الهادية، هي تبدو عليها إن هي مستمتعة بحياتها، قادرة يكون عندها وقت تهتم بنفسها، قادرة يكون عندها وقت تعمل الحاجات اللي بتحبها، مبتسمة، باينة إن هي منمقة بشكل كبير. على عكس البنت التانية شعرها منكوش، بتشد في شعرها، باين عليها إن هي متوترة، باين عليها إن هي متلخبطة، مش عارفة تقوم بالأداء أو المهام اليومية بتاعتها. لو هنيجي ندي مصطلح للفرق ما بين الصورتين، البنت اللي على اليمين المهندمة الجميلة هي عندها ستريس، بس ده جود ستريس اللي بيحفزها ان هي تبقى احسن. البنت اللي على الشمال على النقيض عندها باد ستريس، او عندها الانوانتد ستريس اللي احنا مش عايزينه. الفرق ما بينهم ايه؟ حاجة بسيطة جدا: البريزنس، قد ايه انا عايش في الحاضر. من شوية قلنا تعريف للستريس لطيف جدا، ان هو حالة كيميائية بتحصل في الجسم بتخليني، بتدفعني ان انا اعمل شيء. هنا انا عايزة اقول تعريف تاني للستريس. التوتر بيجي منين؟ التوتر الغير محمود طبعا بيجي منين؟ بيجي من ان انا مش عايش في اللحظة. يعني ايه مش عايش في اللحظة الحالية؟ في الغالب معظمنا بيكون بيفكر في حاجة لسه ما جاتش أصلا، في المستقبل، في بكرة، في يا ترى بعد الظهر هعمل ايه، يا ترى ابو الولاد وهو راجع من الشغل هيفتكر يجيب لي الطلبات اللي هطبخ بيها ولا لا، يا ترى بكرة هيكون في فلوس كفاية، الشهر الجاي الدنيا هتبقى كويس. او توتر ناتج عن الماضي، موقف حصل لي في الماضي فانا قاعد بعاني منه لسه في اللحظة الحالية، مخليني طول الوقت في ستريس، كل ما افتكره او حتى لو ما افتكرتوش هو شغال في الباك جراوند في العقل اللاواعي. فعدم وجودنا في اللحظة الحالية هو اللي بيسبب ال unwanted stress أو الستريس الغير مرغوب. يعني إيه عدم وجودي في اللحظة الحالية؟ في مرة سمعت كلمة جميلة جدا من دكتور أحمد الدملاوي بيقول إيه؟ إن الإنسان لا يملك في حياته غير إن هو يعيش لحظة. هل أنا كبني آدم ضامن إن أنا ممكن أعيش يوم؟ هل أنا أقدر أقول أنا فعلا بنسبة 100% هعيش يوم؟ لا. بس اللي أقدر أجزم عليه إن أنا 100% عايشه هي اللحظة الحالية. انا لا اقدر اجزم ان انا حتى 99%، حتى 1% ان انا اقول هعيش اللحظه الجايه، اللحظه اللي هي ممكن تكون جزء من الثانيه اللي جايه، ممكن اموت وانا بتكلم او ما كملش الجمله الجايه او السلايد الجايه في الويبينار. فانا كل اللي املكه هو اللحظه دي. فعدم حضوري في اللحظه وعدم استمتاعي باللحظه هو اللي ممكن يخلي عندي unwanted stress، ان انا ابدا افكر في حاجات حصلت، ان انا ابقى قلقانه يا ترى بعد الويبينار ده هيقولوا عليا ايه، يا ترى هيستفيدوا، يا ترى هيحسوا ان انا كنت كويسه، يا ترى الكلام اللي انا قلته كان سمع جواهم. انا بدور على حاجه ممكن تحصل بعد نص ساعه من دلوقتي، ده ممكن يخليني في unwanted stress.
طب ما انا ممكن اصلا ما اكملش الويبينار، او قبل كده يا ده انا قبل كده عملت ويبينار كان وحش قوي والناس قالت مش عارفه ايه، فانا هطلع خايفه وانا بقول المحاضره دي. ده وجود في اللحظه الماضيه. بالعكس، طب ايه اللي يمنعني ان انا اكون حاضره في كل لحظه بتكلم فيها دلوقتي؟ اللحظة الجاية لما تيجي نبقى نعيشها زي ما هي. اللحظة اللي فاتت هي خلاص خلصت. هل أقدر أغير فيها أي حاجة؟ لا، مش هقدر أغير فيها أي حاجة مهما كانت سلبياتها ومهما كان تأثيرها. لأن دايما في السيشنز بتاعتي بيجوا لي كلاينتس يقولوا لي حلو إن أنا بعيش في اللحظة، بس أنا حصل لي موقف من شهر أو من سنة أو من وأنا صغيرة وأنا لسه بعاني من آثاره دلوقتي. فانا مش قادره اتخلص. ازاي اعيش في اللحظه وانا اوريدي الموقف حصل وانا بعاني منه؟ بمنتهى البساطه، هي قدرتنا على الاختيار، وده يمكن هنتكلم فيه في الاخر شويه بس عشان ما نتلخبطش. كل بني ادم قادر على انه يستمتع باللحظه اللي هو فيه. لو ما عرفش يستمتع او يكون منتبه ان هي لحظه اللي احنا بنعيشها، هنا هيبدأ يجي ال unwanted stress او التوتر اللي احنا اصلا بنحاول نوعى بيه اكتر، نفهمه اكتر عشان نتخلص منه. طيب، احنا قلنا من شوية ان التوتر هو النيو بانديميك، هو الوباء الجديد. وبالتالي في اسباب ممكن تخلي الوباء ده بيزيد، زي الوايلد كومبيتيشن للي فينا بيشتغل او اللي فينا داخل على شغلانه جديده. الوايلد كومبيتيشن، المنافسه الشرسه اللي بقت موجوده دلوقتي في معظم المهن. المنافسه الشرسه حتى لو انت ربة منزل واولادك بيروحوا تمارين او بيدرسوا في ليفل معين في المدرسه، احنا طول الوقت شايفين منافسه. الناس بتتنافس عشان هي تطلع في المركز الأول، عشان تجيب درجات أحسن، عشان يبقى الموضوع أفضل، لأن المجتمع مش بيقبل غير الأحسن، لأن مش بنلاقي وظائف غير للناس الأفضل. طول الوقت إحنا موجودين في منافسة، في تنافس. التنافس ده بيخلينا طول الوقت عايزين نعمل حاجة لبكرة، عايزين نجري، عايزين نقدم، عايزين نتطور، عايزين نبقى أحسن، أو نهرب من فشل مرينا بيه زمان أو شفنا ناس مروا بيه. wrong parameters. يعني إيه parameters؟ معايير خاطئة. أنا أوقات كنت بقيس نفسي على معيار مش معياري. يعني ايه؟ خلينا ناخد مثال عام الاول. معايير الجمال. يمكن في الفترة الأخيرة بدأت المنظمات العالمية أو وسائل الإعلام يحطوا معايير معينة للجمال. إن الست لازم يبقى مش عارفة وسطها قد إيه، لازم يبقى ظهرها عامل إزاي، لازم يبقى طولها قد إيه، وزنها قد إيه، شفايفها بالشكل الفلاني، عينها، شعرها، وقفتها، مشيتها. وقالوا إن دي معايير الجمال وبدأوا يصدروها في معظم وسائل الإعلام. طب لو انا جيت دلوقتي كرنا، واحده مليانه شويه، عينيا مش ملونه، شعري قصير، وبدات اقيس نفسي على المعايير العالميه اللي بيقال ان هي دي معايير الجمال، انا هحس بايه؟ هحس ان انا وحشه جدا. ايه ده؟ ده انا ما قربتش حتى من 50% من المعايير اللي هما بيقولوا عليها معايير الجمال. انا ما كملتش 50% جمال. ده انا هقعد في البيت، انا ما ينفعش اطلع على الناس. او على النقيض هبدا اعمل حاجات توديني للاتجاه اللي يخليني اروح للمعايير العالميه للجمال. اعمل عمليات، انفخ، اشفط، احط مكياج، اطول شعري. طب انا ايه اللي خلاني ادخل في الحالة دي؟ ان انا حطيت معايير او مشيت ورا معايير مش هي المعايير الحقيقية. مش هي دي الحاجات اللي المفروض انا اقيس نفسي عليها او اقيمها. مين اللي قال ان المعيار اللي حطيته مثلا المنظمة العالمية للجمال او whatever اسمها ايه، المعيار ده ينطبق عليا؟ مين اللي قال ان انا لازم امشي على المعيار ده؟ هل ده نازل قرآن يعني من السماء، من الهي، ان انا لازم امشي؟ لا، المعيار ده مش موجود. وبالتالي اختياري لمعاييري أنا هي واحدة من أهم الحاجات اللي ممكن تطلعني تماما من دايرة التوتر. إن أنا أبدأ أشوف هل المعيار اللي أنا بقيس نفسي عليه هو مناسب ليا ولا لا. في ناس كتيرة جدا يبدأوا يقارنوا نفسهم بزمايلهم في الشغل. اه والله المدير بيحب فلان الفلاني وهيرقيه أسرع عشان هو بيعمل واحد اتنين تلاتة، لازم أنا كمان أعمل واحد اتنين تلاتة أربعة. فأجي أعمل واحد اتنين تلاتة أربعة ألاقي نفسي حاسة بتقل رهيب، حاسة أنا مش قادرة أكمل، أنا مش الشخص اللي قادر يقوم بالحاجات دي. فأحبط، أو أحس إن أنا مش محبوبة، أو أحس إن أنا هترفد من شغلي. في حين إن أنا عندي مقومات تانية كتير لو استغلتها واستثمرتها وقست نفسي على معاييري أنا، هلاقي نفسي ان انا بأدي افضل، والناس بتاخدني احسن وبكسر ريكوردز اكتر. لكن عدم انتباهي للمعيار الحقيقي وان انا اروح اقيس نفسي على معايير مختلفة، ده ممكن يدخلني في دايرة ستريس ودوامة معرفش اطلع منها.
ده واحد من الأسباب اللي بتخلي الناس اليومين دول، أو بتخلي الاسترس اليومين دول هو الوباء الجديد. زيادة المعايير اللي احنا بقينا بنمشي وراها من غير ما نفكر إذا كانت المعايير دي مناسبة ليا ولا لا. طب هو ليه أصلا البني آدم ممكن يكون بيدور على، بمنتهى البساطة، ثانية واحدة هقفل الموبايل علشان الشبكة ما تفصلش. ده معلش أكدوا لي إذا كان الصوت كده واضح. تمام، الصوت واضح. أوكي. احنا ككائنات اجتماعية لم نخلق علشان نعيش لوحدنا، دايما بنعيش في مجتمع. فعلشان اقدر اعيش في المجتمع ده لازم يتم تقبلي وقبولي كفرد من افراد المجتمع. طب ازاي هيتم قبولي كفرد في المجتمع ده بدون اصلا ما اكون ماشي او بعمل زيهم، زي المجتمع ده؟ نتخيل كده مثلا ان احنا اتفقنا ان كلنا هنروح حفلة وكلنا لابسين تيشيرتات خضراء، وفجأة جت واحدة لابسة تيشيرت أحمر. كلنا هنعمل إيه؟ إيه ده؟ إحنا مش اتفقنا إن إحنا كلنا هنيجي بأخضر؟ أنت ليه جاية بأحمر؟ إحنا كلنا كمجموعة الأخضر مش هنتقبل وجود أحمر، لأنه تم الاتفاق ضمنيا إن إحنا نيجي بأخضر. وقتها هي هتحس بإيه؟ إيه ده؟ هي ما مشيتش على المعايير بتاعتنا. وبالتالي لو ما عندهاش الثقة الكافية، أو ما عندهاش المعيار الواضح الكافي ليها هي، إن أنا عايزة ألبس أحمر وإن ده اختياري وإن أنا مش لازم أفولو الحاجة الفلانية، هي وقتها هتحس بإحباط شديد جدا. هم ليه مش قابليني؟ هم ليه رافضيني؟ هو ليه انا باينه ان انا غريبه قوي كده؟ هو يعني كل ده عشان انا لبست التيشيرت؟ انا هب هم بيعملوا ايه علشان ابدا اعمل زيهم؟ فده يدخلها في دايره من الموجود حواليها، يدخلها في ستريس اكبر. وده ينقلنا للنقطة التانية، إن أنا ممكن يبقى عندي قلة أو ضعف في ثقتي في نفسي. طيب هل إن أنا يبقى عندي ضعف في ثقتي في نفسي ده مرض، حاجة أخجل منها؟ بالعكس. أنا واحدة من الناس اللي في يوم من الأيام لما اتخرجت من الكلية في سنة 2009 كنت جايبة امتياز مع مرتبة الشرف في كلية طب الأسنان، وكان ثقتي في نفسي تحت الأرض. مش تحت الأرض، أنا تقريبا كنت حفرة حفرة كده وحاطة ثقتي في نفسي ورادمة عليها. ولما جالي التعيين في الجامعه كنت رافضه تماما. انا ما اعرفش يا جماعه اتكلم كلمتين على بعض، ازاي هقعد وحواليا طلبه وابدا اشرح لهم؟ مش انا لولا ان انا كان عندي دافع اكبر ان انا احقق لامي حلم هي نفسها فيه، عملت ده. لكن انا كرنا ما كانش عندي ثقه بنفسي بربع جنيه، ما اقل من ربع جنيه، يمكن بشيلن حتى. طيب هل دي مشكلة؟ لا بالعكس. واحدة من أهم المهارات اللي البني آدم لازم يكتسبها هي إنه إزاي يعلي ثقته بنفسه. مش معناها إن أنا خلاص ما دام أنا شفت نفسي قليل، أو إن أنا معنى إن أنا عندي ثقة بنفسي مش عالية قوي إن أنا أقل من غيري. بالعكس، كلنا بنمر بمراحل مختلفة. حتى لو أنا توب في ثقتي في نفسي، هيعدي عليا موقف يقلل الثقة بالنفس دي. فطبيعي جدا مع زيادة كل المغريات اللي حوالينا في بعض الأوقات بنشعر إن إحنا قللنا ثقتنا بنفسنا. لو سيلف تراست. ايه الفرق ما بين السيلف كونفيدنس والسيلف تراست؟ السيلف كونفيدنس دي هي علاقتي بالاخرين، علاقتي انا مع الاخرين، انا قد ايه كونفيدنس، انا قد ايه بظهر ليهم بمظهر الواثق. سيلف تراست قد ايه انا واثق في نفسي.
قد ايه انا شايف الحلو اللي في نفسي، قد ايه انا بتعامل مع نفسي بالطريقه الكويسه اللي ترجع البالانس ما بيني وما بين السيستم او النظام اللي ربنا خلقه. لان بمنتهى البساطه انا ممكن اكون بتعامل مع الناس حلو جدا، عندي لباقه، عندي ظهور، عندي حضور، عندي كاريزما، بس ما بيني وما بين نفسي لما برجع استخبى في اوضتي بتبدا تهجم عليا افكار تدمرني. او اكون ماشي مثلا بادويه ومهدئات علشان لما بقعد مع نفسي بكتئب. او العكس، ممكن تكون علاقتي بنفسي حلوة جدا وطول ما انا قاعد مع نفسي كويس ومظبط افكاري، بس اول ما بطلع للناس بحس ان انا بقع بنحدر. فيبدأ علماء النفس يقول لك احنا لا، انت كده انتروفيرت، انت كده اكستروفيرت، انت كده دي اصلا طبيعتك انك انت منغلق على نفسك وبتحب مش عارف ايه، او دي طبيعتك انك انت منفتح وما ينفعش تقعد مع نفسك ولازم تبقى في المناطق الصاخبة. انا واحده من الناس اللي التصنيفات العالميه للبني ادمين مش هي البارامتر بتاعي. انا واحده من الناس مش بعترف شويه بتصنيف ان انت بني ادم انطوائي، انت بني ادم منفتح واجتماعي. على الرغم ان دي صفات موجوده بالفعل ونماذج بنشوفها في المجتمعات، الا ان هي مش تصنيفات لينا. انا ممكن اكون النهارده انطوائيه وبكره اجتماعيه، والعكس، وممكن اكون في نفس الموقف في نفس المكان مع جروب من الناس اجتماعية، بس لو طلعت من الجروب ده ورحت لجروب تاني ممكن ما تعاملش بنفس الطريقة اللي كنت بتعامل فيها هنا. فاحنا الميكس ده كله، احنا الميكس ما بين كل الشخصيات وما بين كل الأعراض وما بين كل الأمراض وما بين كل السلوكيات. بس هي عاملين زي ما يكون كله مين فيهم اللي ماسك الشفت. اللي ماسك الشفت دلوقتي البني آدم الاجتماعي ولا البني آدم الانطوائي ولا البني آدم اللي واثق من نفسه؟ فتعرفي على نفسي وتعرفي على المعايير اللي انا بمشي بيها هي واحدة من اهم الحاجات اللي ممكن تعدلني على التراك بتاع الاسترس. جميل جدا. طيب، اتفقنا ان في healthy stress او wanted stress و unwanted. الستريس الكويس الهيلثي الصحي اللي بيخليني اعمل، والستريس الانهيلثي. طب ليه الستريس الانهيلثي بيزيد؟ زي ما قلنا من شوية ان في منافسة شرسة وان في. طيب في اسباب تانية، ومن وجهة نظري لو جينا نجمع بقى كل الأسباب دي فهيطلعوا في مجموعتين كبار. المجموعة الأولانية اللي بتشمل زيادة اللايف اكتيفيتي والتكنولوجيا والمنافسة والجري ورا الحاجات وزيادة البارامتر زي ما قلنا من شوية. والسبب التاني هو decrease الأويرنس، قلة الوعي. وقلة الوعي برضو مش بمفهومها السيء إن أنا بني آدم ما عنديش وعي. قلة الوعي أقصد بيها قلة الانتباه، إن أنا مش منتبه، انا ما عنديش سيلف اويرنس، انا مش عارف نفسي بالشكل الكامل. مين فينا بيقعد كل يوم مع نفسه مثلا ساعة قافل على نفسه بيتكلم معاها، بيسألها هي ايه اللي زعلها، ايه اللي بتحبه، عملت ايه النهاردة وعملت ده ليه، وايه اللي زعلها وازاي ممكن يراضيها؟ مفيش حد فينا بيعمل كده تقريبا الا من رحم ربي، ان هم ما عندهمش اويرنس بنفسهم. احنا مسحولين في دايرة الحياة ما بين شغل وما بين بيت وما بين ولاد وما بين اخرتنا وما بين ان احنا عايزين نعمل حاجات كويسة علشان ربنا يرضى عننا انا فين؟ علاقتي بنفسي فين؟ اللي انا هأسأل عليها يوم القيامة. ودي كانت واحدة من الآيات اللي وقفتني في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيقول ايه؟ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. في مجموعة كده من الناس يوم القيامة الملائكة توفتهم، جابتهم قالت لهم هم ماتوا هم ظالمي أنفسهم، ما سرقوش، ما قتلوش، ما زنوش، ما كفروش، ما أفسدوش في الأرض، هم ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتوا فين بقى زمان بتعملوا ايه؟ ليه ظلمتوا نفسكم كده؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. احنا كنا ضعاف، ما كانش في ايدي حاجة، الزمن جه عليا، المجتمع عمل، الدولة اللي انا فيها، الاوضاع الاقتصادية، كنا مستضعفين في الارض. وكلمة الارض هنا دي لا يقصد بيها من وجهة نظري طبعا الشخصية الارض اللي هي بلدك، يعني مثلا انا في اسكندرية، انت في القاهرة، انت في الاردن، لا. الأرض دي هي المكان أو المجموعة أو البيئة اللي أنت فيها. قالوا أو لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا. مثلا نوع من أنواع الاستضعاف في الأرض إن أنا أبقى عايش دور الضحية، أبقى شايف دايما إن كل حاجة جاية عليا، إن المشاكل بتسيب الناس كلها وبتجيلي، إن الناس مستقصداني، إن جوزي كل شوية يعمل في، أنا ضعيف، أنا الضحية. في حين إن أرض الله واسعة، أقدر أهاجر من دور الضحية ده لدور تاني،
اقدر اكون اخد او اتبنى دور المسؤول. فالسيلف اويرنس او decreasing قله السيلف اويرنس واحده من اهم العوامل اللي ممكن تكون بتدخلني في حته التوتر. تاني حاجة هو عدم الوعي بالرحلة. يعني ايه عدم الوعي بالرحلة؟ احنا خلينا نبص كده لرحلتنا في الأرض، ان احنا طالعين رحلة. انا لما باجي اطلع رحلة مثلا لدريم بارك او whatever، رايحة الرحلة دي فين؟ يبقى عندي هدف، صح؟ انا رايح الرحلة، فهركب الحاجة الفلانية، هروح اعمل كذا، هتغدى الساعة الفلانية، هاخد ناس مين معايا، هبقى لابس ايه، هاخد لبس احتياطي معايا ولا لا عشان لو اتبليت في الالعاب المائيه، هرجع امتى، هاخد مواصلات ولا هروح بعربيتي، همون، هدفع كذا. البروجرام كله انا واعي بالرحله اللي انا قايم بيها. طب هل احنا عندنا نفس الوعي ده برحلتنا الارضيه؟ احنا جايين الارض هنا نعمل ايه؟ يعني طب وبعد الارض هروح فين؟ ايه اللي هيحصل؟ هل انا عندي وعي بده؟ هل انا مجهز نفسي للرحله وما بعد الرحله وما قبل الرحله؟ انا عارف ده؟ لا، في الغالب انا ما بعرفهاش. وبالتالي فاكرين لما كنا بنتكلم في الاول على ان الخوف هو اكتر حاجه، وان الخوف بيجي من المجهول. ف فعدم معرفتي او جهلي بتفاصيل الرحله، او عدم اختياري لتفاصيل معينه اقدر اعملها جوه الرحله، بيدخلني تاني في حلقه الاسترس. تالت وأهم حاجة في أنواع الوعي، وعي بهدفي أو بغرضي. أنا موجود في الحياة ليه؟ ربنا خلقني ليه؟ ماشي، ربنا خلقنا كلنا علشان نعبده. يعني ايه عبادة؟ هل ربنا خلقنا عشان نصلي ونصوم بس؟ لا، زي ما بعض الناس فاكرة ان هي دي العبادة. اعتقد ان معظمنا من الكوميونتي بتاعت بداية جديدة عندنا الوعي الكافي انه مفهوم العبادة مش بس الصوم والصلاة، لكن كل حاجة بنعملها في حياتنا هو ممكن يكون مفهوم عبادة. فايه الهدف اللي انا بعمله في حياتي وقد يندرج تحت مفهوم العبادة؟ أنا مثلا كأستاذة جامعة بعمل إيه في حياتي؟ أو هدفي إيه من مهنتي كأستاذة جامعة؟ هدفي إيه من مهنتي كطبيبة أسنان وعندي عيادة وبشتغل في؟ هدفي إيه من مهنتي ككوتش؟ هدفي إيه من مهنتي ككاتب؟ هدفي إيه من مهنتي كأم، كزوجة، كربة منزل؟ إيه الهدف؟ فعدم وعي بالهدف ده بيخليني ألوص. يعني إيه ألوص؟ عامله زي الواحده اللي عندها عزومه ومش عارفه هتطبخ ايه، وما جهزتش حاجه هتطبخها، وفجاه وقفت في المطبخ ما عندهاش اصلا اكل كمان في الفريزر تطلعه، ومش مخططه ان هي هتطبخ حاجه، مش عارفه الناس عايزين ياكلوا ايه، ما قعدتش مثلا مع جوزها مع مامتها تستشيرهم، واقفه في المطبخ محتاسه، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه انا هنا بعمل ايه، في ناس جايين لي بس هطبخ ايه مش عارف. فعدم انتباهي أو وعي بالهدف بتاعي وهدفي في الرحلة وانتباهي لنفسي هو أكتر مسبب من مسببات التوتر، يمكن أكتر من زيادة المنافسة وزيادة التكنولوجيا وسرعة الحياة اللي احنا عايشينها. لأن البني آدم لما بيكون على اتصال بنفسه وبذاته في اللحظة الحالية، خلاص كل اللي حواليه بره ده أكنه بالونة وعملنا لها حرفيا. فرقم اتنين بالنسبة لي هي العامل الأكثر شيوعا اليومين دول اللي بيخلينا نعاني من ستريس أكتر. طب هنا عندي سؤالين. هل أقدر أعيش، يعني تعالوا نتخيل عالم كده بدون الستريس. احنا اتفقنا ان الستريس نوعين. فهل أقدر أعيش في عالم خالي من الستريس الكويس، الستريس الصحي، وابقى طول الليل والنهار برقص وبلعب وبتدلع بس مفيش ستريس خالص حتى الصحي؟ لا. طيب خلينا نشبه الاسترس الصحي ده بلمبة البنزين بتاعة العربية. لمبة البنزين بتاعة العربية فايدتها ايه؟ بتنور لما البنزين يبدأ يقل عن المستوى الطبيعي، بس حتى بعد ما بتنور بيبقى فيه لسه حبة كده 5 لتر مثلا ولا حاجة يقدروا يمشوني كام مشوار أو أروح لأقرب بنزين. تعالوا نتخيل معايا كده ان العربيه بتاعتنا مفيش فيها لمبه بنزين او لمبه البنزين بايظه. انا امتى هعرف، او مؤشر البنزين يعني بايظ، امتى هعرف ان البنزين بتاع عربيتي خلص؟ امتى هعرف لو مؤشر البنزين بايظ؟ امتى هعرف ان بنزين عربيتي خلص؟ سريعا كده. لما تقف، برافو عليكي برافو عليكي يا سعيد، لما العربيه تقف. امتى هعرف ان انا كان لازم اكل؟ لما اموت من الجوع. هو انا لما اموت من الجوع هستنى ان انا اعرف اصلا ان انا كان لازم اكل؟
لا طبعا. فوجود الهيلثي ستريس او الستريس الكويس هو عامل زي لمبة البنزين بالظبط، هي مؤشر ليا، لان انا دلوقتي في حاجة لازم اعملها، في اكشن لازم اخده. ما ينفعش استنى لما العربية بتاعتي تقف او حياتي تقف او صحتي تنتهي عشان اقول اه والله ده انا كان في خطوة لازم اخدها من قبل كده. فإجابة السؤال هل ينفع أعيش من غير الاسترس النافع؟ لا، ما ينفعش، لأن بدون الاسترس النافع حياتنا هتقف. طب نيجي للسؤال التاني، هل ينفع أعيش بدون الاسترس الغير نافع أو الاسترس الضار؟ تفتكروا إيه؟ هل في أي بني آدم عاش حياته بدون استرس الضار في حياته؟ هل حد يعرف أي حد، مش لازم هو يكون عايش بدون ستريس، حد عايش حياته كده بروقان ولطافة ومفيش، ممكن نتحكم فيه ممكن بس صعبة؟ حد عنده أي فكرة تانية إذا كان ممكن نعيش بدون توتر ضار في حياتنا؟ لا. لا. طيب، المعروف عندنا إنه لا، ما ينفعش، لا والله، هو احنا الديفولت سيتنج بتاعنا إن لازم يكون في ستريس، أو اه والله ممكن نعيشه من غيره بس الموضوع صعب قوي، ما شفناش حد قدر يعمل ده. طيب المفاجأة بقى إن أصلا الاسترس الضار لم يخلق ليتواجد، يعني هو موجود كحالة من عدم التوازن. فالبني آدم لو في توازن مش هيكون في أصلا الاسترس الضار، ملوش أي لازمة. امتى بيجي الاسترس المؤذي أو الضار أو الغير صحي؟ لما بتظهر حالة عدم التوازن. فهو نوع من أنواع المؤشرات اللي بترجعني تاني للتوازن، بس للأسف هو مؤشر عنيف جدا، لأن أنا ما استجبتش للمؤشر اللي قبله بتاع الاسترس القليل أو الاسترس النافع. بمعنى إيه؟ انا دلوقتي جعت، فالمفروض ان انا لما هجوع هقوم اكل، تمام، والله الاكل طلع جميل بتاع وانا شبعت، فخلاص جالي مؤشر اهو، مؤشر ان انا شبعت، بس الاكل جميل قوي، فانا عايزه اكمل اكل، فباكل باكل 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 لحد المؤشر اللي بعده، انا مش قادره اتنفس، خلاص مش قادر، امتلأ، مش قادر اقوم، عايزين حد يحركنا من مكاننا. ده المؤشر بتاع الانهيلثي ستريس، ده مثال. طيب انا دلوقتي مثلا عيني النهارده بدأت توجعني فبدأت ادعك فيها كده، دي إشارة إن في حاجة غلط بدأت تحصل، لأن أنا لو سليمة تماما عيني قادرة على إن لو دخل فيها فيروس، لو دخل فيها ميكروب، لو دخل فيها أي حاجة، ربنا مصمم الجسم إن هو يتخلص من أي حاجة ويعالج نفسه بنفسه. فلو أنا عايشة في بالانس وتوازن صحي، عيني لو دخل فيها حاجة او بكتيريا او فيروس، مثلا انا من كام يوم كان عندي مشكله في عيني، المفروض ان جسمي يصلحها بنفسه. ده المؤشر ان انا لما عملت كده حسيت ان في حاجه غريبه دخلت عيني، او في حاجه بدات تحرقني في عيني، المفروض في اللحظه دي انتبه، ايه ده، هي عيني ليه ما صلحتش نفسها بنفسها؟ ما انتبهتش. المفروض ان انا لو انتبهت فخلاص انا هقعد مع نفسي في جلسة كده او في قعدة، واتكلم مع المشاعر بتاعتي، واتكلم عشان ارجع نفسي للبالانس فعيني تقوم، او ارجع نفسي للتوازن فعيني تقوم بدورها اللي ربنا اصلا خلقه عشانها. طب انا ما انتبهتش وطنشت، وجعتني تاني، وجعتني تالت، فجأة لقيت نفسي بدعك في عينيا بشكل كبير، حرقان، اروح للدكتور فيقول لي ده انت عندك فيروس، فيروس في عينيكي، لازم تاخدي الدواء الفلاني علشان الدواء ده هو اللي هيقتل الفيروس ويصلح التوازن ويرجع عينك للتوازن بتاعها. ما هو ده مؤشر، يعني جالي مؤشر اصلا صحي في الاول ان في توتر، توتر اقصد بيه ايه، في حاجة غلط. التوتر الصحي هو مؤشر لان لازم اخد اكشن عشان ارجع نفسي للتوازن. ما انتبهتش ليه، بيجي المؤشر اللي بعده الاكبر اللي هو بنسميه الامراض، تبدأ تحصل لنا مرض كبير. ليه المرض ده جه؟ لأن المرض بيدل على إن جسمك بيعاني من نوع من أنواع التوتر الغير صحي. مفيش حد فجأة كده جاله مرض، مفيش حد فجأة كده فجأة صحي من النوم لقى نفسه عنده مرض. اه في حالات كتيرة جدا يقولك ده صحي من النوم عنده كذا، او ده حزن جامد جدا او تعرض لموقف صعب فتاني يوم جات له بعد الشر جلطة، جاله سكر، جاله ايا كان. ده بيحصل، بس ما بيحصلش اون سبوت، ما بيحصلش في لا شيء،
بيحصل نتيجة لتراكمات داخلية، نتيجة لمؤشرات غير صحية بتطلع فجأة بكميات كبيرة ما بننتبهش ليها. فالسؤال، هل اقدر اعيش من غير التوتر الغير صحي؟ اه طبعا، بسهولة جدا. لو انتبهت لمؤشر التوتر الصحي اصلا، لو انتبهت لنفسي، لو عرفت نفسي، لو صلحت نفسي علاقتي بيها، لو قدرت ارجع للاتزان اللي ربنا اصلا خلقني بيه. ودي بالمناسبة كانت نقطة فاصلة في حياتي الطبية كدكتورة سنان. يعني دايما كنت بسأل نفسي، هو ليه سناننا بتسوس كبني آدمين؟ هو ليه مثلا انا بفضل ربنا اشكرك يا رب على ده 38 سنة ما روحتش عمري لدكتور سنان؟ يمكن عندي ضرس مسوس بقاله 15 سنة، ما عملتوش، ما حشيتهوش، وبفضل ربنا ونعمته عليا ما زادش عن كده. ليه في ناس تانية على الرغم ان هم مهتمين بسنانهم كويس جدا، الا ان هم ممكن يحصل لهم مشاكل ويضطروا يخلعوا اسنانهم واسنانهم تتكسر؟ او واحدة مثلا تمر بفترة حمل فتقول لك انا اسناني اتقطمت وكانت بتقع والكالسيوم بتسحب من جسمي. بدأت أسأل نفسي وأدور في الكتب بتاعتنا، ليه ناس وقت الامتحانات أو التوتر يطلع لهم قرح في بقهم؟ الكتب بتقول إن في توتر، في ستريس. طب سببه إيه؟ لا ما نعرفش. هو ستريس، حالتك النفسية، صلحي حالتك النفسية. وده خدني من حتة طب الأسنان التقليدي لنوع تاني جديد جدا من طب الأسنان، هو بيربط الحالة النفسية بصحة الفم والأسنان. بس اللي عايزة أقوله هنا، او ليه جبت المثال ده، عشان عايزه اقول لكم ان ربنا حرفيا حط كتالوج في عقلنا يخلي كل حاجه في الجسم تمشي زي ما هو خلقها في احسن تقويم. ادى لكل حاجه اوردر وامر ان هي تبقى في احسن تقويم. ايه اللي بيخليها تطلع عن احسن تقويم ده؟ ان هي بتتعرض لحاجه تخل بالتوازن. واحنا كبني ادمين عندنا نفس الخاصيه دي. كبني ادم بقى، حالتي النفسيه ان انا اصلا الاصل في حالتي النفسيه هي احسن تقويم، ان انا اكون عايش بالهيلثي ستريس، بالليفل الطبيعي للروقان والتحفيز. امتى بدخل في الان هيلثي ستريس؟ لما يحصل خلل، لما يحصل عدم التوازن ده، سواء في حالتي النفسيه او في حالتي الصحيه او حالتي الجسديه. وبالمناسبة ده ساعدني كتير جدا في ان انا اعالج حالات كانت بتجيلي من دكاترة تانيين عندهم فشل كتير جدا في الاجراءات، او اعالج حالات كانت عندي انا بيحصل فيها فشل في الاجراءات، وعلى الرغم ان احنا عاملين الحاجات زي ما الكتاب بيقول. فمهم جدا ان انا افهم ان الاصل فيا كبني ادم ان انا اعيش من غير ستريس. ايه بقى العوامل اللي بتأثر على ان ايه افهم الاسترس؟ ايه انواع الاسترس؟ ايه الحاجات اللي بتسحبني من الزون او من المنطقه الطبيعيه للمنطقه اللي فيها ستريس؟ هو ده الانتباه، هو ده الوعي. طيب، في ناس كتيره جدا تقول لك انا ممكن اعيش من غير البانيك او الانهيلثي ستريس ده عن طريق الادويه. وما شاء الله تبارك الله، لا مش هقول ما شاء الله، انا عايزه احسدهم عشان يروحوا. كميه الادويه اللي طالعه بتعالج الامراض النفسيه بقى لا حصر لها. أدوية اكتئاب وأدوية أمراض، ونبدأ نشخص على إن ده عنده بايبولر أو ثنائي القطب أو متلازمة الشخصية الحدية، بوردر لاين سيندروم، ده ADHD. بدأوا يحطوا مصطلحات على الحالات اللي ممكن كل البني آدم يبقى موجود فيها في وقت طبيعي. ويقول لك انت عندك كذا، خد الادويه الفلانيه، كذا خد الادويه الفلانيه. لدرجه ان كتير جدا من العملاء بتوعي كانوا بيجوا لي الجلسات قعدوا سنين. اللي كانت تقولي انا بقالي سنتين باخد ادويه اكتئاب، انا بقالي 5 سنين ماشيه على ادويه ثنائي القطب، انا بقالي مش عارفه كام سنه ماشيه وحالتي ما بتتحسنش. بنام، بهرب من اللي انا فيه، لازم اخد الدواء علشان ابقى احسن، عشان اعرف اتعامل مع الناس، بس انا تعبت. طيب، هل الادويه هي الحل؟ لا. طيب، هل مفيش حل غير الأدوية؟ نيجي بقى للمدرسة التانية. يعني احنا عندنا مدرستين، أو أنا هسميهم 3 مدارس. المدرسة الأولى اللي بتقولك إن التوتر السلبي أو السيء أو اللي بيدخلنا في أمراض نفسية علاجه الوحيد الأدوية. وهنا بيستندوا لحاجة مهمة جدا وحاجة حقيقية للأسف، إن في الوقت اللي بيكون فيه إحنا بنعاني من توتر غير صحي بيحصل لخبطة للهرمونات بتاعتنا. ففي الوقت ده لخبطه الهرمونات او نقص الكيميكالز اللي في جسمنا، او مخنا بيبدا يطلع كيميكالز، لازم اديله كيميكالز تانية علشان تقلل تاثير الكيميكالز دي فتهديني. طب يا جماعه، ما هو مخي لما طلع الكيميكالز دي كان عشان نتيجه حاجه، صح؟ ربنا ما خلقهوش شغال كده مع نفسه بيطلع كيميكالز او كيماويات او هرمونات بشكل عشوائي. ليه ما ارجعش للاصل واصلح اللي بيحصل في المخ هنا بدل ما ادي كيماويات من بره؟
بس للاسف المدرسه دي معترفه او معتقده ان ما دام في كيماويات يبقى لازم ادخل لها كيماويات علشان اضدها او اعالج. طيب المدرسه التانيه اللي هم مدرسة الناس الواعيين المتفتحين اللي عندهم شركات وبزنس ومقبلين على الحياة، اللي بيبدأ يقول لك لا احنا بقى نعمل ايه؟ نعمل ننظم وقتنا، نحدد أولوياتنا، ناخد بريكس، نعمل لايف ورك بالانس، نخلي فيه. واحنا عارفينه كتير جدا مننا عارف الكلام ده، بس هل سهل تطبيقه؟ ممكن اوقات حد يجي يقول لك انا عارف ان انا المفروض اوازن ما بين شغلي وحياتي مثلا الاسريه او حياتي الاجتماعيه، بس مش قادر اعمل ده. دوامه الحياه والضغط اللي حواليا مخليني مش قادر. حد يجي يقول لك ايه، يجي لي مثلا عميل يقول لي والله رحت لكذا حد ويقول لي لازم تاخد بريكس، لازم ترتاح، لازم تفصل، لازم تطلع. وحتى لما انا مش قادر اطلع، مش قادره اطلع اجازه، مش قادره افصل من دوامه الشغل، ولما بفصل بتفضل دماغي برضو شغاله، انا مش عارفه اطلع من الاسترس. الكلام ده جميل، الكلام ده يمكن تطبيقه، الكلام ده حلو تطبيقه، بس في حالة القدرة على تطبيقه. طب هو ايه اللي ممكن يخلي بني آدم أصلا ما عندوش القدرة على إنه يطبق الكلام اللي بدون أدوية فعلا قادر يغير حياته؟ إن أنا أحدد أولوياتي وأنظم وقتي وأودي لكل حاجة حقها، وآخد راحة ما بين كل شغلانة والتانية، وأوازن ما بين إيه اللي ممكن ما يخلينيش أعمل ده؟ مع حاجات سهلة اهي. يعني ما بقولكش جيب الفاس وروح اعزق في الأرض مثلا زي ما بنقول عندنا في مصر. انا بقى من اصحاب المدرسه الثالثه، اللي هي بتدعم النظريتين الاولانيين، اللي بتدينا الكيور. يعني ايه كيور؟ الكيور ده بالنسبه لي هو الترياق او العلاج اللي خلاص مجرد ما هاخده كل حاجه او المرض او الاعراض دي هتختفي. اللي هو ايه؟ السبكونشس مايند. انا من مدرسه ان ربنا ادانا وسيله عملاقه كبيره اسمها العقل اللاواعي. وسيلة تنفيذ العقل اللاواعي ده عامل زي روبوت بالظبط، حرفيا يا ربي. إنسان آلي مصغر موجود في مخنا، كل وظيفته التنفيذ، وبينفذ بسرعة، بينفذ بمنتهى المهارة، بمنتهى الدقة، ما بيتعبش، ما بيقفش، ما بيبطلش، ما بيغلطش. لكن عنده عيب واحد بس: ما بيفكرش، هو بينفذ بس. عقلنا اللاواعي هو وسيلة تنفيذ عملاقة. ربنا اداله الأوامر والأوردرز والبيانات اللي تخلي جسمنا في أحسن تقويم، اللي تخلي القلب شغال 24 ساعة لحد ما البني آدم يموت، اللي يخلي التنفس شغال من غير ما البني آدم يفكر هياخد كام نفس داخل وكام نفس خارج، اللي يخلي الكلية والكبد والبنكرياس والخلايا والأعصاب والدم، يخلي كل الوظائف، مليارات العمليات الحيوية اللي بتتم في اللحظة الواحدة بمنتهى الدقة. ليه؟ لأن السبكونشس مايند أو العقل اللاواعي هو وسيلة تنفيذ عملاقة، ما بترتاحش وبتنفذ الحاجة بمنتهى الدقة. ربنا خلقها ان هي مفيش هرمون يجي زيادة عن التاني، بالعكس لو الهرمون ده طلع يطلع قصاده اتنين تلاتة هرمونات تانيين عشان يقللوه، علشان ما يحصلش خلل في كذا. منظومة متكاملة سبحان الله بتخلي البني آدم طول الوقت عايش في توازن. طب ما لو ده حقيقي ايه اللي بيحصل؟ يعني ليه بقى بيحصل خلل؟ ليه بيحصل أمراض؟ ليه بيحصل حالات نفسية؟ ليه بيحصل ليه كل اللي بيحصل ده؟ لأن أنا قلت من شوية ايه؟ العقل اللاواعي ما بيفكرش. العقل اللاواعي لازم يجيله امر، لازم حد يقول له اعمل كذا، لازم يتبرمج على حاجه معينه. مجرد ما اتبرمج عليها خلاص اخد الامر، هيشتغل، هينفذ. فخليني اقول لك مثلا حاجه: العقل اللاواعي ما بيفرقش ما بين الحلال والحرام. لو انا قدامي مثلا كوبايه خمره وهشربها، هل معدتي هتقول انا مش ههضمها؟ هل العقل اللاواعي عنده القدرة ان هو يفكر ان الحاجة اللي اتشربت دي حاجة حرام فانا مش ههضمها، انا هرجعها او انا هنزلها مش مهضومة مش هوديها؟ لا، هو السيستم دخل لك حاجة في المعدة، اهضمها، اهضمها ووديها على الدم ووزعها على الخلايا. ده انا بنفذ، انا ماليش دعوة. ما بيقدرش يفرق ما بين الحقيقة والخيال. انا لو غمضت عيني دلوقتي وتخيلت مكان انا كنت فيه مثلا على البحر، او تخيلت لحظة انا كنت مبسوطة فيها، لحظة نجاح، لحظة تعيين، لحظة انجاز، بشكل تلقائي هبتسم. هيجيلي نفس مشاعر اللحظة. هل اللحظة اللي انا شفتها في خيالي دي حقيقية بتحصل دلوقتي؟ لا، بس المشاعر اللي جات لي حقيقية. انا ابتسمت، انا حسيت شعور حلو، شعرت شعور حلو.
ليه؟ لان عقلي اللاواعي ما قدرش يفرق ان الصورة اللي انا شفتها هنا دي خيال، ما قدرش يفرق ما بين الخيال ما بين الحقيقة. فمن وجهة نظري، او انا من اصحاب نظرية ان الستريس الغير صحي او الامراض او الاعراض او الدوامة اللي احنا بندخل فيها دي يمكن التخلص منها عن طريق فهم وبرمجة عقولنا اللاواعية. ان انا اشتغل على نفسي بالقدر الكافي اللي يرجع لي التوازن الطبيعي. مش عارفة إذا كان، خلينا ناخد كده نسألكوا سؤال. مين شايف إن ده ممكن نعمله؟ يعني فكرة إن أنا أقعد مع نفسي وأبرمج عقلي اللاواعي فأتخلص من التوتر الغير مريح، هل دي فكرة بالنسبة لكم معروفة؟ يعني هل دي فكرة يمكن تطبيقها؟ ما فهمتش بصراحة إزاي. هقولك يا أم أحمد، يمكن فعلا لكن صعبة التطبيق. طب سعيدة قوليلي، أنت حاسة صعبة التطبيق ليه؟ هشرح لك يا أم أحمد حالا إزاي ممكن. في إرادة ولكن صعب التنفيذ. على فكرة مصطلح الإرادة هو أكبر مصطلح بيخلي العقل اللاواعي يفشل، كثرة الضغوط. طيب خليني أشرح تاني حتة العقل اللاواعي دي، لأن حتى لو وقفنا عندها هنا أو لو حسيت إن كنتوا زهقتوا ممكن نقفل الويبينار لو حابين، أو لو حابين نكمل. لو الحتة دي شرحناها وفهمناها بشكل كويس هي قادرة على إن هي تنقلنا من التوتر لللا توتر أو للحياة السعيدة. خليني أديلكوا مثال بسيط جدا، أو خلينا نفرق ما بين عقلنا الواعي والعقل اللاواعي. عقلي الواعي اللي أنا بفكر بيه وبعيش بيه هو اللي هنسميه المخ، تمام؟ مخي ده أنا باجي عليا وقت بيتعب، صح؟ لازم أنام. لو ما نمتش ممكن يجيلي انهيار عصبي واموت. هل في بني ادم سمعنا عن بني ادم ما نامش خالص؟ لا، لو ما نامش هيجيله انهيار عصبي حرفيا طبيا يعني. لكن عقلي اللاواعي لو نام او وقف شغل يموت. تخيل كده، السيستم اللي ربنا حاطته لك علشان يشغل قلبك وعقلك وكبدك وبنكرياس والكلى والخلايا وعضلات كل حاجة، السيستم ده فجأة تعب وقرر ان هو يرتاح، ياخد له قيلولة كده. انا بالسلامة، انا هموت. فالعقل الواعي لازم يرتاح، لازم انام شوية عشان ما اموتش. العقل اللاواعي ما ينفعش يرتاح، مش مصمم عشان يرتاح. لو ارتاح احنا نموت. العقل الواعي اقدر افرق ما بين ان انا دلوقتي قاعده معاكم في ويبينار وبنتكلم، وما بين ان انا مغمضه عيني وبفتكر ويبينار قديم. انا عارفه ان اللي بيحصل دلوقتي ده هو الواقع، وان اللي في عقلي لما غمضت عيني هو الخيال. العقل اللاواعي مش بيقدر يفرق بده. زي ما قلت لكم من شويه، لو غمض الموقف ده، هل ليه علشان انا عبيطه؟ لا، علشان العقل اللاواعي مش بيفرق اصلا ان اللي انا شفته هنا ده هو مجرد خيال. هو انا افتكرت حاجه حلوه فهو ما صدق افتكرها فاداني مشاعر، مش قادر يفرق. انا بعقلي الواعي اقدر افرق ما بين اذا كان ده حلال او حرام. دي فلوس حرام مش همد ايدي عليها، مش بتاعتي، ما تحقليش، انا هشتغل واجيب فلوس. ده اكل حرام، انا مش هقرب منه، انا هاكل الحاجات اللي ربنا حللها لنا. ده شرب حرام. لكن عقلي اللاواعي بمجرد ما الاكل او الشرب الحرام ده دخل معدتي مش هيقول ده حرام ولا حلال ولا حرام. الميزه الاهم والاكثر فاعليه بالنسبه لي بقى او من وجهه نظري، ان انا بعقلي الواعي اقدر اعمل من 3 ل7 حاجات في نفس الوقت. يعني احنا كأمهات نقدر نبقى واقفين في المطبخ بنطبخ وبنتكلم في التليفون، ويجي ابني من جنبي يسألني على حاجة، وابقى بفكر في الدروس، وابقى عايزة ارتب حاجة مع ماما، اول ما اقفل التليفون ده هكلمها، وابقى بروح اجيب البهارات من الدرج تقريبا. ممكن ابقى شايلة ابني على كتفي كمان او على ظهري. من 3 ل7 عمليات في نفس الوقت اقدر اعملهم بقدرتي الواعية. لكن العقل اللاواعي يقدر يعمل حرفيا مليارات العمليات في لحظة. زي ما قلنا من شوية، هو قادر ومسؤول عن ان هو يعمل كل التفاعلات اللي بتحصل جوه مليارات الخلايا من جسمنا في لحظة، في ثانية. طب لما انا عندي حاجة جامدة قوي كده وحاجة قوية قوي كده، ليه ما استخدمهاش؟
عارفين دلوقتي اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي، والناس خايفة من إن الروبوتات ممكن تاخد مكاننا، وإن الروبوت ده سريع جدا، وإن الكمبيوتر أو أي عملية بعملها بالذكاء الاصطناعي مش بتاخد ثانية. لو عايزة أترجم حاجة هدخلها للذكاء الاصطناعي هتطلع لي بعد دقيقة مترجمة، مش زي زمان بقعد أترجم واخد بالأسابيع. السرعة اللي بتحصل دي ربنا مديها لنا أصلا في العقل اللاواعي. عقلنا اللاواعي عنده القدرة إن هو يتعامل بنفس السرعة دي، عنده القدرة ان هو ينقلني من المرض، ابقى في اللحظة دي مريضة واللحظة اللي بعدها ابقى سليمة تماما، ما عنديش اي مرض، بنفس السرعة دي حرفيا. لما يحصل، اما ياخد امر. يعني ايه ياخد امر؟ انا هنا مثلا حصل لي بانيك اتاك. يعني ايه بانيك اتاك؟ هلع، حالة من الذعر، حالة من الهلع، حرفيا خفت. في اللحظة دي في بني ادمين بتموت. وفي لحظة تانية يحصل موقف أبقى خلاص هنفعل أو هتجن، لكن أفتكر حاجة، أو يكون جنبي حد، أو مثلا آخد حاجة تهديني اللحظة اللي بعدها، الثانية اللي بعدها. الفرق ما بين دول إيه؟ إن هنا الأمر أو الحالة اللي أخدها عقلي اللاواعي كانت حاجة سلبية، فادتني التفاعلات، أو عقلي اللاواعي نفذ الأوردر بشكل سلبي. في الحاجة التانية أو في الموقف التاني عقلي اللاواعي أخد أمر إيجابي، فبدأ يشتغل بحالة من السلام، من الاتزان، من التوازن. هي ده الفرق. أو دي فكرة إن أنا بدي أوردر، إن أنا بدي أمر لعقلي اللاواعي، ان انا بدي امر لعقلي اللاواعي ان هو يعمل الحاجه الفلانيه. اتمنى ان هي تكون كده وضحت شويه، ان وجود عقلنا اللاواعي هو القادر على انه يخلصني من حاله التوتر. ازاي اقدر اعمل ده؟ عندنا خاصيه لطيفه جدا في عقلي اللاواعي اسمها الاوتو بايلوت. يعني ايه اوتو بايلوت؟ اللي هو الطيار الآلي. الطيارات عموما او السيارات الحديثه في زرار كده اسمه اوتو بايلوت، الطيار الآلي. مجرد ما تتك عليه الطياره بتطير لوحدها. انا بس بظبط شويه اعدادات كده، لو انا الكابتن بتاع الطياره وبتك على الاوتو بايلوت الطياره بتوصل للوجهه بتاعتها. انا بس قاعد بتابع. وخاصيه الاوتو بايلوت دي هي حرفيا الخاصيه اللي مبني عليها البني ادم. ربنا مديله امر ان قلبه هيشتغل بطريقه معينه صحيه طول ما هو متوازن. ادي الامر ده موجود. الرئتين، الكبد، كل حاجة، حالتك النفسية، حالتك الصحية، تقدمك، في أمر ربنا مديه لنا، مديه لجسمنا، مديه العقل اللاواعي إنه يفضل في أحسن تقويم. طب ليه بيحصل خلل؟ في آية في القرآن جميلة جدا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. بما كسبت أيديكم بالنسبة لي، تفسيرها بالنسبة لي هو الأمر السلبي اللي حضرتك بتديه لعقلك اللاواعي فيبدأ يجر لك المصايب. شوف بقى انت ايه في حياتك بتعتبره مصيبة، او في حياتنا او في حياتك بتعتبريها ان انت دلوقتي في مصيبة، واعرفي ان في امر انت مدياه لعقلك اللاواعي مخلي المصيبة دي تحصل لك. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. في مرض معين أنا مريت بيه، أو أنت مريتي بيه، أو فلان مر بيه، كان سببه إن أنا عملت حاجة كسبت أيدي، حاجة اديت أمر لعقلي اللاواعي، فبدأ يحصل لي المرض ده، فبدأ يحصل لي العرض ده، فبدأ يحصل لي التوتر ده. خاصية الأوتو بايلوت هي الطيار الآلي. أنا اديت مخي إيه؟ قلت لعقلي اللاواعي يتصرف إزاي؟ يتصرف بناء على حاجات تجيب لي طول الوقت توتر، انا هفضل عايشه طول الوقت في توتر. طب هل في امكانيه ان انا ادي لعقلي اللاواعي حاجه تخليني عايشه لا توتر؟ اه طبعا. اديله سيلف كونفيدنس، اديله ثقه، اديله سيلف استيم، اقوي علاقتي بعقلي انا، اديله الاوامر الايجابيه. لما يبقى قدامي موقف، خليني ادي لكم مثال. المثال ده بحب دايما اديه في المحاضرات بتاعتي. لو دكتور جامعه او استاذ او مدرس شتم طالب وقال له انت غبي، اطلع بره، في وسط زمايله، المفروض الطالب في الوقت ده يحس بايه؟ فاما اما بسأل السؤال ده، ناس كتيرة بتبدأ تقول لي هيتضايق، هيتضايق جدا. وحد يقول لي ايه؟ هيتحرج، هيتحرج في وسط زمايله، هو ازاي يقول عليا كده؟ في حد تاني يقول لي هيحس بإهانة، ايه ده هو بيشتمني في وسط زمايلي، انا كده اتهنت. في حد تاني يقول لي ده هيستفزني جدا، ده انا ممكن ارد له الشتيمة، هو يعني احسن مني عشان يشتمني؟ اه استاذ، بس استاذ لازم المفروض يبقى محترم ويقف في احترامه. فبلاقي اختيارات كبيرة جدا من الطلبة اللي موجودين كلها سلبية.
نادرا لما بلاقي حد يقول لي ايه، او ساعتها اقدر اقول لهم ايه، هل ممكن تاخد الشتيمة دي بشكل ايجابي؟ يستغرب بيه ازاي؟ يعني ايه الايجابي اللي فيها يعني؟ اقول له طب هو دلوقتي مين اللي غلط في الموقف ده؟ الاستاذ اللي شتم او الدكتور اللي شتم، ولا انت اللي كنت قاعد واتشتمت؟ انا طبعا بفترض انه ما عملش اي حاجه يتشتم عليه. يقول لي لا، الدكتور او الاستاذ ده هو اللي غلطان. اقول له طب هو غلط، انت تتضايق ليه؟ يعني هو غلط، ارتكب سيئه في حقك، عمل اي ذنب، انت ليه طلع اول شعور عندك غضب، قله، اهانه، نرفزه؟ ليه اذا كان هو اصلا اللي عمل الفعل السيء؟ فيقفوا كده. احنا عمرنا ما بنبص لها بالشكل ده. احنا اول حاجة بناخدها، بنستقبلها، اتشتمنا، يبقى هنا في مشكلة، يبقى لازم اتضايق، يبقى لازم ازعل، يبقى لازم اكش كده، انا اتهزقت في وسط زمايلي. طب تعالى نشوف الجانب الايجابي بقى من دي. تعالى نشوف الجانب الايجابي للموقف، ان الدكتور ده هو اللي عمل سيئة. فلو انا عندي ما يكفي من التوازن والثقة بالنفس والرحمة، انا هأشفق على الدكتور ده، هبص له نظرة شفقة كده. انت بترتكب في حقي سيئة بدون ما انا اعمل لك اي حاجة، مش هحس ان انا قليل، مش هحس ابدا ان انا قليل. هاخد بعضي واطلع، وانا جوايا نوع من انواع الشفقة على الانسان اللي غلط. تعالي اديكم مثال تاني. نتخيل كده دكتور مثلا مجدي يعقوب كان ماشي في الشارع، وبعدين جه حد متسول، او حد مثلا من قطاع الطرق في الطريق، او حد وشتمه. انت مين انت يا عم؟ انت فاكر نفسك مين؟ ده انت ولا حاجة. مثلا هو ما يعرفش إن ده مجدي يعقوب، وانت فاكر نفسك بتفهم في حاجة. هل في اللحظة دي دكتور مجدي يعقوب مثلا، او اي عالم كبير، هيحس بقلة؟ هيحس انه ايه ده؟ ده بيقول ان انا ما اعرفش حاجة، ده اهني؟ اطلاقا. ليه؟ لانه بني ادم ممتلئ، لانه بني ادم عارف قدر نفسه. الموقف السلبي اللي حصل بره ده لم يشعره بتهديد، لم يشعره بإهانة. وهنا نيجي لواحدة من أهم الخدع بتاعة العقل اللاواعي. أنا مش عارفة احنا قدامنا قد إيه دعاء، هل أنا طولت بزيادة؟ هل في وقت معين؟ هي المفروض اصلا المحاضرة ساعة، يعني احنا بنخليها وبنخلي اخر 10 دقايق اسئلة. احنا كده فاضل لنا قد إيه على الساعة، ولا احنا عدينا؟ لا، عدينا الساعة، احنا بادئين من الساعة 11. اوكي، عشان انا بس مش جنبي ساعة. طيب خليني اشرح بس الحتة دي او الخدعة دي من خدع العقل اللاواعي، وممكن نبقى نكمل بقية المحاضرة في وقت تاني، علشان وقتكم وعلشان وقت الكوميونتي بتاع بداية جديدة. خلاص تمام. واحدة من أهم الخدع اللي بنقع فيها في عقلنا اللاواعي، أو مش أهم الخدع بقى، واحدة من أهم الخصائص أو المميزات اللي ربنا اداها لنا في عقلنا اللاواعي، هي البروتكشن، الحماية. عقلي اللاواعي مصمم إنه يحميني 24 ساعة لحد ما أجل يجي. فقلبي شغال على طول، رئتي شغالة على طول، حالتي الدفاع هو موجود ومصمم علشان يخليني على قيد الحياة عشان يحميني. فأول ما بيجي حد يشتمني، الشتيمة دي تعتبر تهديد صح؟ أو حد يسيء إليا، أو أحس بخطر من بره، عقلي اللاواعي بيشتغل، الأوتو بايلوت بيشتغل، الطيار الآلي بيشتغل. أنا وظيفتي أحمي البني آدم ده. اتشتمت؟ إيه ده أنت هتبان صغير، شكلك هيبقى وحش قدام اللي حواليك، لا ما ينفعش، أنا لازم أحميك. اغضب، فاير باك، أنت كمان زعق، علي صوتك. أو إيه ده أنت في حد شتمك وأقل منك، طب بسرعة اهرب، خد نفسك واطلع من المكان ده. ما تقربش من الدكتور ده تاني اللي شتمك، ما تدخلش في المحاضرة دي تاني، عشان شكلك قدام زمايلك. شكلك قدام زمايلك، زعق له زي ما هو زعق فيك، رد عليه، اتعصب، خوفه، امسك حاجة وهبدها فيه. كل الحاجات دي هي آليات دفاع بتطلع من العقل اللاواعي. ليه؟ علشان أنا بني آدم وحش؟ لا، علشان عقلي اللاواعي مصمم ومبرمج إن هو يحميني. إيه ده؟ بس دي طريقة حماية غريبة جدا. يعني أنا عصبي، أو أنا اتعصبت في الموقف ده، أو أنا بزعق لولادي، أو أنا علشان عقلي بيحميني. تعالوا ناخد مثال كبير، يعني حلو جدا، وتقريبا كلنا كأمهات اتعرضنا ليه. لما ابنك بيقولك لا على حاجة، لما تبقي عايزة ابنك يعمل حاجة أو رايح يعمل حاجة مثلا، تقولي له لا، فيعملها أو يزعق قدامك، أو أنا هعملها، أو ياخد كده، انت بتحسي بإيه؟
بنتضايق ازاي ابني يقول لي لا انا هعمل واسوي فيك. يا اما في امهات بتضرب، في امهات بتزعق، في امهات بتروح روحها واخده الحاجه من ابنها، في امهات بتروح تعاقب. ليه؟ ليه الام بتاخد رد الفعل ده تجاه ابنها اللي قال لها لا؟ طب ما هو بني ادم، من حقه يقول لا، من حقه انه يفهم ليه بيعمل. طب انا ليه بتعصب؟ انا المفروض انا اللي افهمه ليه اتعصبت. لان في اللحظه دي الام بتشوف نفسها انه ابني قال لي لا، فانا هنا مش السلطه. انا ازاي يتقال لي لا؟ انا بعد كده هبقى هفق في البيت، انا محدش هيسمع كلامي. انا لو عديت له المره دي لما قال لا، المرات اللي بعد كده هيفضل يقول لا كتير، وبالتالي كلمتي مش هتتسمع. فالحاله دي حاله غير مريحه لينا، فيبدا عقلنا اللاواعي عايز يحمينا من الحاله دي فيتعصب. هو مش بيتعصب عشان انت ام عصبيه او عشان انت مضغوطه او عشان فاض بيكي. عقلك اللاواعي بيحاول يحميكي من الصوره الذهنيه اللي الموقف ده خلقها فيكي، ان انا ام ما بتسمعش كلامي، ان انا ماليش كلمه في بيتي. الاوتو بايلوت شغال حرفيا بالطريقه دي. وظيفته الاساسيه هي حمايتك. وظيفته الاساسيه انه يبعد عنك اي تخيل لصوره سلبيه ممكن تيجي هنا. ايه ده اللي قدامي دي مثلا سلفتي او جارتي او زميلتي في الشغل او قالت عليا كذا، انا هيبان من شكلي ضعيفه، لازم ارد. انا لو ما عملتش الحاجه الفلانيه، او لو ما انتقمتش بالطريقه الفلانيه، او لو ما خدتش حقي بالطريقه الفلانيه، لازم ارد. ففي ناس كتيره جدا تزعل ان هي ما ردتش. انا ليه ما خدتش حقي؟ انا كده ضعيفه. فالعقل اللاواعي طول الوقت عايز يحميكي، فبيطلع اول رد فعل انت برمجتيه عليه علشان يقوم بحمايتك بالشكل المناسب. اتمنى تكون الحته دي وضحت. احنا هنقف هنا لحد نقطه الاوتو بايلوت. بس خلينا نفتكر حاجه، خليني اراجع مراجعه سريعه على المحاضره وهاخد اسئلتكم. ان التوتر هو حاله لازم تكون موجوده عندنا، حاله او غريزه موجوده جوانا بتدفعنا لان احنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي. وده الجزء الكويس من الاسترس، لانه عامل زي لمبه البنزين. الجزء اللي مش كويس من الاسترس موجود بسببنا احنا، بسبب ان انا عشت حياتي في غفلة، عشت حياتي مش متصل مع نفسي بالقدر الكافي. ما برمجتش عقلي اللاواعي على ان هو يشتغل بطريقة صح. معظم الوقت احنا بناخد من المجتمع، من الشغل، من اهالينا، من صحابنا افكار قد تكون مش هي دي الافكار الصحيحه لينا، لكن هي المعايير اللي اتربينا عليها او اللي طلعنا لقيناها. فاوتوماتيك بتتخزن هنا، فيبدا عقلنا اللاواعي يتصرف على اساسها. طب هل عقلي اللاواعي ده مفوت؟ هل انا ام عصبيه؟ هل انا شخصيه وحشه؟ هل انا بني ادم ضعيف؟ لا. طب ليه بتصرف كده؟ ليه لما بتحط في المواقف بتعامل بالطريقه اللي مش احسن حاجه، اللي انا مش حاببها، اللي عايزه اغيرها، اللي بتخليني احس ان انا متوتر؟ لان عقلنا بينفذ ايه؟ بينفذ حاجه موجوده هنا، كلمه موجوده هنا، شعور اتحفر هنا. وبالتالي لما بيتكرر الموقف عقلي بيبقى عايز يحميني، فبيستخدم من اللي موجود عنده على طول، فبيطلع اول رد فعل هو تبرمج عليه بشكل اوتوماتيكي. اتمنى تكون الحته دي وضحت بشكل كويس. انا هاخد اسئلتكم، ولو في حد عنده